بعد شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في صف الرئيس المخلوع المتهم محمد حسني مبارك، أصبح من الواضح أنه ليس هناك نية لمحاكمة قطرة المتظاهرين أو الاقتصاص منهم. وبعد أحداث الفترة الأخيرة وعدم وضوح معالم المرحلة الانتقالية، أصبح من الواضح بأنه ليس هناك نية للمجلس العسكري لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة. علشان كده أنا نازل يوم 30/9. نازل ليه؟ نازل عشان محاكمة قتلة الشهداء، قتلة المتظاهرين بعد 9 شهور لحد النهاردة معرفناش مين اللي قتلهم. نازل عشان يتحاكموا قدام محاكم عسكرية، وما مش أحسن من الثوار والنشطاء اللي بيتحاكموا قدام محاكم عسكرية لمجرد إن هما بيقولوا رأيهم، ولا هو جرم اللي قتل أقل من جرم اللي بيقول رأيه وبيعبر عن حريته في البلد. نازل عشان ميعاد واضح وصريح لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وسريع لميعاد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، لتسليم البلاد لرئيس مدني منتخب الشعب اللي يجيبه، مش رئيس عسكري. ومش رئيس عسكري بالبدلة المدنية، احنا عايزين رئيس مدني قضى خدمته العسكرية وخلصها وبقى شخص مدني عادي، مش شخص عسكري وقلع الأفرول ونزل بالبدلة المدني. نزل عشان يقول ان قانون الطوارئ انتهى، ومفيش أي سلطة في البلد ليها الحق إنها تمد قانون الطوارئ، لأنه مش بس خطأ دستوري، قانون الطوارئ ده تقييد الحريات، ودي أهم وأول المطالب اللي نزلنا بيها يوم 25 يناير لما هتفنا يا حرية فينك الطوارئ بيننا وبينك. ولا يعقل إن بعد 9 شهور وإننا فقدنا 850 شهيد و6000 مصاب و12000 واحد بيتحاكموا قدام المحاكم العسكرية، إننا نرجع لنفس النقطة تاني ونقول يا حرية فينك الطوارئ بيننا وبينك. الكلام ده استحالة يحصل، مفيش قانون طوارئ. نازل عشان اطبق قانون الغدر على رموز الحزب الوطني المنحل، لانه مش لا يعقل ان الحزب اللي خرب حياتنا 30 سنة النهارده يشارك انه يبني دولة جديدة، يبني مصر جديدة. وما تقوليش مش كل الحزب الوطني فاشل او كل الحزب الوطني ورموزه هم السبب في الفساد. وجود شخص في منظومة فاسدة بدون ان هو لا يتكلم ولا ينسحب منها او ينشر الفساد اللي فيها، فهو بيعتبر احد اهم رموز الفساد. نازل عشان اقول ان مفيش حاجه اسمها قرار حظر نشر، مفيش حاجه اسمها عدم اذاعه المحاكمات، علشان دي قضايا تخص الامن القومي. احنا اتضربنا والناس اتقتلت واتصابت وماتت على الارض في ميدان التحرير وفي كل الجمهوريه قدام مرأى ومسمع من العالم كله. الناس استشهدت قدام التلفزيون، ما يعقلش ان احنا نحاكمهم بعيد عن التلفزيون. وكمان وكمان نقول ان في قرار حظر نشر عشان محدش يعرف حاجه. اقل حقوقنا واقل حقوق اهالي الشهداء والمصابين ان هم يعرفوا ايه اللي بيدور في المحاكمات، ايه اللي بيحصل، مين بيقول ايه وبيقول لي ايه، بيقول لمين. نازل عشان قانون الانتخابات. المصريين في الخارج لهم حق التصويت في الانتخابات، وموجب الماده 7 من الاعلان الدستوري ان جميع المواطنين متساويين امام القانون. نازل عشان حكومه الثوره. لما يبقى عندي اضرابات للعمال واضرابات لسائق النقل واضرابات للمعلمين واضرابات للاطباء، يبقى انا عندي خلل في المنظومه. لما وزير الصحه يسكت لما اطبائي على مستوى الجمهوريه يتحولوا للتحقيق ويتوقفوا عن العمل لمجرد ان هم بيطالبوا بحقوقهم، يبقى ده مش وزير ثوره، ده وزير نظام. واحنا عملنا الثوره عشان نجيب وزراء شعب مش وزراء نظام. الفتره دي انتهت. لما وزير التربيه والتعليم يسكت على احاله المعلمين في بعض من مدارس الجمهوريه للتحقيق ووقفهم عن العمل، يبقى برضه ده وزير نظام مش وزير ثوره. واحنا عملنا الثوره علشان نجيب وزير شعب مش وزير نظام. علشان كده انا نازل يوم 30/9، نازل عشان البلد، نازل اني ما شفتش اي حاجه اتغيرت غير التوقيت الصيفي، نازل عشان النظام اللي احنا قلنا الشعب يريد اسقاط النظام لم يسقط. النظام زي ما هو ولكن بوجوه جديده. سلام.